الاهلي بيرتكب جريمه مش في حق نفسه بس، في حق كمان منتخب مصر. الاهلي بيدمر مستقبل الباك اليمين لمنتخب مصر وليه ال10 سنين قدام. اللي تابع بطولات ماتشات كاس الرابطه هيعرف ان كان في لاعب ناشئ اسمه ابراهيم الاسيوطي في فتره كاس الرابطه. اللاعب ده تالق قوي وهو كان باك يمين واعد جدا، واتقال من بعدها ان صفقه احمد عيد هتقف لان الاهلي خلاص لقى ضلته، واخيرا لقى ابراهيم الاسيوطي واللي هو اخيرا لاعب بيعرف يرفع من الباك اليمين. على الرغم من ده الاهلي بعد كده كمل وجاب احمد عيد، وهنا ارتكب جريمتين. الجريمه الاولى ان هو خد الباك اليمين الاحتياطي لمحمد هاني في منتخب مصر ركنوا على الدكه، فبقى منتخب مصر بدون باك يمين احتياطي. والجريمه الثانيه هي في حق نفسه، انت دمرت الشاب زي ابراهيم الاسيوطي اللي لو كان لاعب ونافس محمد هاني كنا ممكن اصلا نشوفه في المنتخب في كاس العالم. وده لاعب لسه ما كمل يا دوبك 20 سنه، في اي حته في العالم اللاعب ده هو هيلعب وياخد فرص. فانت هتدي له فرص امتى وانت جايب احمد عيد؟ على الرغم ان ابراهيم الاسيوطي كامكانيات بمجرد ما ياخد ماتشات هيبقى احسن من احمد عيد 10 مرات. فالاهلي بيدمر نفسه وبيدمر المنتخب.